عليكم كل متابعين مركز الكورة في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في إطلالة جديدة مونديال فيفا قطر 2022. يا سلام، أنا اتأخرت عليكم إن أنا أعرض المجموعة الثالثة والرابعة، فهعرضها بسرعة وهقول لكم الأهم، الخبر المهم الجميل اللي يسعدنا ويدينا طاقة إيجابية، إن محمد صلاح فاز بلقب أفضل لاعب في العالم في جائزة جلوب سوكر، وهي الجائزة الكبرى اللي بتنظمها المجلس الأعلى للرياضة في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا مدينة دبي الرياضية. طبعا مش عايز اقول لكم مدينه دبي الرياضيه عامله زي بالظبط المجمع الاولمبي العالمي، حاجه كبيره جدا فخمه جدا. والتصويت اللي تم لمحمد صلاح من الجمهور على مستوى العالم، يعني لقوا جمهور من انجلترا وامريكا واسبانيا واليونان وايطاليا والمانيا، من كل انحاء العالم بيصوت او بيدي صوته في الاستفتاء للايقونه، رمز السعاده والفرح، ابتسامه الامل في مستقبل مشرق لمصر، هو محمد صلاح العالمي ابو مكه. فمعنى كده ايه ده؟ انا عايز اقول لكم، انا سايب لكم كمان صوره، وهو لما انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم بيسلموا جائزه افضل لاعب في العالم، وكذلك معاه رئيس الرياضه في او مجلس الجائزه العالميه في دبي. كان احتفاليه كبيره جدا جدا نقلتها قنوات دبي وابو ظبي ومصر برضو، فقرات منها كبيره، وتم تكريم عدد من اللعيبه الكبار جدا. يمكن انتوا شايفين في ظهري بنزينا وكريستيانو كانوا من ضمن اللعيبه اللي منافسين، يعني خاصه كريستيانو برضو كان مرشح، هو وكريم بنزيما وهالاند. اخر ثلاثه استقر عليهم هو كريم بنزيما ومحمد صلاح وهالاند. التنين نجم السيتي، يعني عايز اقول اللي كان صلاح وبنزيما كريم بنزيما كان الصراع بينهم. طيب عايز اقول لكم بس الجدول بتاع المجموعه الثالثه والرابعه في فيفا قطر 2022 علشان قبل ما انسى، لان صلاح لما بنتكلم عنه كتير، يعني لما بنتكلم بننسى نفسنا وبنبقى عايزين نتكلم عنه كتير، وعشان نديله حقه. يعني مفيش اللي بيعمله صلاح يا جماعه، مفيش لعيب مصري عامله في التاريخ. كل الاحترام لكل اللعيبه المصريين، مش المصريين بس، والعرب والافارقه، لا، اللي بيعمله صلاح ده فاضل له 4 اهداف ويبقى الهداف التاريخي لليفربول. يعني كمان اللعيبه الانجليز اللي هو الاساطير، ايان راش وروبي فاولر ومايكل اوي، هو كمان تجاوز كل هؤلاء، فاضل له 4 اهداف فقط، وايان راش طبعا فاضل له 4 اهداف، وكيني ديلجريش فاضل له 4 اهداف، ويبقى هو الهداف التاريخي او الاسطوري للريدز ليفربول. طيب هقول لكم بس المجموعات بسرعه عشان نعرفها. المجموعه الثالثه الارجنتين مع السعوديه يوم الثلاث 22 نوفمبر الساعه 12 ظهرا، والمكسيك وبولندا يوم الثلاث الساعه 2 برضه 3 22 نوفمبر بس 6 مساء، ويوم السبت بولندا والسعوديه 3 عصرا. التوقيت مصر تقريبا هو نفس التوقيت بتاع قطر زي ما قلت لكم. الارجنتين هتلعب المكسيك الساعه 6 يوم السبت 26. يوم الاربع 30 11 هيكون بولندا مع الارجنتين الساعه 9 مساء، والسعوديه والمكسيك الساعه 9 مساء. انا قلت لحضراتكم اللي اخر مباراه بتبقى مع بعض في نفس التوقيت. مش عايز اقول لمنع التلاعب، لا طبعا دي حاجه رياضيه جميله وفير بلاي، لكن حتى عشان يضمنوا اللي مفيش اي مشاكل تحصل. يعني الارجنتين تعرف ان احنا محتاجه نقطه فتلعب على التعادل مثلا، السعوديه لقت بولندا مثلا خسرانه، فهي لو خسرت فرق واحد لا، فقالوا في نفس التوقيت لضمان الفير بلاي. فبولندا والارجنتين الساعه 9 مساء، والسعوديه والمكسيك 9 مساء يوم الاربعاء 30، وكده المجموعه تبقى خلصت. بسرعه كده اقول لكم مين اللي انا رشحه للصعود على المجموعه دي. الارجنتين وبولندا اول وثاني. طيب المجموعه الرابعه يوم الثلاث 22 نوفمبر الساعه 3 العصر هيبقى الدنمارك مع تونس، وفرنسا واستراليا الساعه 6. طيب يوم السبت 26 11 تقريبا نفس الحاجات اهو، يوم 22 ويوم 26، وبعدين يوم 30 نفس المواعيد على فكره. يوم 26 تونس واستراليا الساعه 12 الظهر توقيت القاهره، وفرنسا والدنمارك الساعه 6 مساء. لو لاحظتوا هتلاقوا نفس التوقيت. واخر مباراه او اخر مباراتين هيبقوا في نفس التوقيت زي المجموعه الثالثه. هي ايه بقى؟ الاربعاء 30 نوفمبر استراليا مع الدنمارك الساعه 5 مساء، وتونس وفرنسا 5 مساء. طيب ارشح مين من المجموعه دي اللي هو يفوز او يوصل؟ انا بقول فرنسا
هي اللي هي المركز الاول، والدنمارك المركز الثاني. استراليا وتونس لا بره المجموعه، ثالث ورابع. فيمكن هو ده المجموعه الثالثه والرابعه زي ما قلت لحضراتكم، ودي اهم المباريات. هيتعمل كروس طبعا، اول مع ثاني وثاني مع اول، زي المجموعه الاولى لما قلت لكم قبل كده. طيب محمد صلاح اللي عامله ده يا جماعه انجاز كبير جدا بره الصندوق زي ما بنقول، انجاز تاريخي. وخاصه كمان اللي هو هداف ليفربول او هداف دوري الابطال برصيد 7 اهداف. وامبابي الفرنسي نجم بي اس جي باريس سان جيرمان احرز هدف بقى 7. يعني تخيلوا لما يكون لعيب مصري بهداف الشامبيونز ليج او دوري الابطال مع لعيب باريس سان جيرمان امبابي الفرنسي، وهو كان متفوق اصلا بسبع اهداف، ولعيب باريس سان جيرمان احرز هدف في المباراه الاخيره. يعني معنى كده هو التساوي، هداف الدوري الشامبيونز ليج، هو كمان هداف فرقته في الدوري الانجليزي 7 اهداف. وكمان يعني مش عايز اقول الاسيست، اعلى اسيست حتى الان في ليفربول على مستوى الاربع او خمس سنوات الماضيه، عدد كبير جدا من الاسيست، 153 اسيست، متفوق على كل اللعيبه اللي هي البلاي ميكر، خط النص المفروض ده شغلته، هو اللي بيعمل، هو اللي بيصنع الاهداف، او هو بيبقى اخر تمريره اللي هي بنسميها اللي هو الاسيست او التمريره الحاسمه. محمد صلاح عدى كل الكلام دون. محمد صلاح في حته تانية خالص بالنسبه لافريقيا وبالنسبه لمصر. لكن كمان لما نقول لكلوب دعم خط النص عشان نلاقي صلاح، يعني عايز اقول كنتارا اهو لا ما تعورش، ما ينفعش تعتمد عليه لوحده. لعيب كويس جدا طبعا، ولعيب ما قلناش حاجه عليه، لكن اصاباته اكتر من لعبه. يعني انا اتمنى ان كلوب ما يلعبوش 90 دقيقه طالما هو بيجي له اصابات كتيره جدا. ممكن يلعب اقل من كده، في الاخر اللي الفرقه لما تحتاجه تلاقيه. محتاج تدعيم خط النص ليفربول لصناعه فرص كتير جدا لمحمد صلاح. وانا اعتقد ان مصر كلها فرحانه بفوز محمد صلاح بلقب افضل لاعب في العالم في جلوب سوكر، لانها هي من الجوائز العالميه المهمه جدا. زي ما بنقول ذا بيست جائزه الفيفا او الاتحاد الدولي، بنقول كمان جائزه فرانس فوتبول اللي هي الجائزه الفرنسيه لافضل لاعب، او اللي هي بنسميها الاختصار عشان الناس الاسم المتعارف عليه هو بلوندور. فلما يكون صلاح يوصل المركز الثالث في كاحسن لاعب في العالم في ذا بيست، ويوصل للمركز برضه الثالث، وظلم كبير جدا جدا كان ثالث وبعدين ادوا خامس. لكن انا بقول في الاخر هي ذا بيست هي الجائزه الاهم في العالم، لانها من كلها من الاتحاد الدولي وخبراء ونقاد ونجوم كوره. فدي اهم اللي هي ذا بيست اللي هي بتاعت الاتحاد الدولي الفيفا. وانا بقول لجروب سوكر التعويض لمحمد صلاح على الظلم اللي اتعرض ليه، وهو كان يفوز بجائزه افضل لاعب في السنتين اللي فاتوا او اللي قبل اللي فاتت. اشكركم على هذه الاطلاله السريعه، ونلتقي في تحليل سريع غدا مع كاس العالم ومجموعه جديده ونجوم جدد باذن الله. سلام.